بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حضورنا الكرام وضيوفنا الأعزاء، أو بالأحرى ضيفنا العزيز. نحن إن شاء الله شوي صغيرة وبتكون دكتورة لينا معنا. ولكن بالمبدأ رح نبدأ هلأ. اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حبينا نستضيف ضيفين عزيزين جدا. هن من الأشخاص اللي أخذوا موقف جريء وشجاع من ناحية التضامن مع أهلنا المحاصرين بغزة. منرحب بداية بضيفنا العزيز المهندس عبد الرحمن الدالاتي، المشارك بسفينة الضمير اللي انطلقت من تركيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيكم جميعا، حياكم الله. السلام عليكم. بداية يعني بنحب نسألك أول سؤال معنا. شو كان الدافع اللي خليكم تنطلقوا بهيدي الرحلة، علما أنه صار في كتير رحلات من قبل على متن السفن حتى يكسروا الحصار عن أهلنا بغزة. وسبق يعني بعد ما وصل، بعد تعرض للاعتقال، في بعض الأشخاص اللي قتلوا وهن رايحين على هيدي الطريق. شو كان دافعكم لحتى عن جد تخطوا هيدي المجازفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في بداية الأمر يعني أنا كشخص، من يعرفني أو من يتابعني ربما عبر السوشيال ميديا يعرف أني ربما من أكثر الأشخاص اللي يدعو إلى تجاهل الحدود من قبل حتى التحرير في سوريا. يعني الأمر لم يكن يعني متعلق في فترة مثلا حتى 7 أكتوبر أو ما إلى هنالك، حتى من قبل ثورة سوريا، من قبل يعني انطلاق الثورات. ربما تربيت على مسألة بأنه نحن إذا كنا أول من سيعتبر هذه الحدود التي وضعها سايكس وبيكو، فسنكون أول من قسم أنفسنا بأنفسنا. فلا بد من وحدة الشعور يعني مع الأمة ومع هذا المصير الذي يجمعنا يعني كأمة عربية واحدة في بداية الأمر. وثانيا من منطلق إنساني بحت يعني، بالنهاية نحن يعني لا نرضى بأن يقتل أي شخص مظلوما في أي من البلاد. فكيف نقبل بأن يقتل أخي وجاري، أو تغتصب أرضه أو تقتطع أو تسلم لمن لا يستحق ونسكت عن كل ذلك؟ لذا فالدافع الأول هو دافع يعني يعني ديني واخوي وانساني نحو قضيتنا الفلسطينيه. ونحن لا نعتبر بان هذه القضيه هي قضيه شعب اخر فقط مجاور او مجانب لسوريا، ولا نعتبر بانه هذا الامر فقط مهم لمهمه يعني الجغرافيا او الجغرافيا السياسيه فقط. يعني هذا اذا كان يعني اذا اعتبرنا او اذا افترضنا جدلا بانه في يوم من الايام الفلسطينيين لن يدافعوا عن أرضهم وهذا لن يحدث، لكن إذا اعتبرنا أن هذا حدث فأنا عن نفسي لن أتجاوز، لن أسامح، لن أغفر للصهاينة، لأن هذه أعتبرها قضيتي. فلسطين هي بيتي وأرضي، وهذه تربتي. ويعني يعني كما عبر الشاعر يعني في أكثر من موضع، يعني يقول فيها أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاوز أحبابي وخلاني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. فهذا الارتباط، ويعني للقصيدة بقية أيضا، لكن هذا ارتباط يعني مع كل ال الإخوان وكل الجنوب، كل الشعوب المستضعفة حول العالم. نحن أيضا لدينا عين دائمة مستمرة تتطلع على الأخوة في الهند، وتتطلع إلى الأخوة في أفغانستان، في حتى في يعني مجزرة كريست تشيرش التي حدثت في نيوزيلندا قبل تقريبا 4 أو 5 سنوات. تألمنا كثيرا لمشهد الشخص العنصري يعني الذي دخل إلى المسجد وأطلق النار على أناس في يوم الجمعة لا يعرفهم. فهذه كلها قضايانا، أينما يعني وجدنا شخص مظلوم في هذه الأرض نحن يجب أن ندافع عنه. فهذه بالنسبة لي ليست مسألة يعني اختيارية، هذا واجب شخصي، ولا يعني لا ندعي نحن شيء من الكمال أو المثالية في هذا الأمر، بل أعني ذلك حقا. يعني هذه فعلا قضيتنا.
وأنا أتمنى أيضا في حال أنا تخليت عن قضية السورية في يوم ما بأن يقوم لها أخي الفلسطيني وينتصر لها بنفس الطريقة. فهذه الوحدة بيننا وهذه جوازات السفر الملونة المختلفة عن بعضها لا تعنيني صراحة، ولا تقوم بالنسبة لي مقام يعني ذرة تراب واحدة من فلسطين. وكما رأينا يعني قبل يعني البارحة في بيت جن على الحدود الفلسطينية، كيف يعني حاولت القوات الصهيونية اعتقال بعض الأشخاص، فقام لهم يعني بعض الشباب مدافعين مناكفين عن هذه الأرض، ويعني قتلهم الصهاينة بدم بارد كما يقتلون أو يتجرؤون على ضرب أي مكان على الخارطة فيه شخص عدو لهم، كما قاموا بقصف بيروت، وكما قاموا بقصف دمشق، وكما قاموا بقصف أيضا الدوحة قبل فترة قصيرة. فهذا العدو الذي لا يرى فرق بيننا وبين من يعاديه، نحن يجب أيضا أن لا نرى فرق بينه وبين من يعادينا. فهؤلاء كلهم يعني مجرمون مغتصبون لهذه الأرض، ونحن أيضا مؤمنون بأنه سيندحرون قريبا. فيجب أن يعني نملك الشرف لوضع نملك يعني القدرة على المشاركة في هذا الشرف، لوضع اسمنا ووضع بصمتنا في هذا التحرير إن شاء الله تعالى القادم قريبا. بارك الله بكم استاذ عبد الرحمن. يعني بدايه يعني لما قررتوا انه انتم تاخذوا هيدي الخطوه حتى تروحوا، بحسب المعلومات اللي بعرفها انه كانوا طالبين مهندس ادوات طبيه، وانت ما توانيت ابدا انك هيك تقدم نفسك كمشارك بهيدا الموضوع. فهل فكرت اكثر من مره بخصوص هذا الموضوع، ولا دغري هيك حسيت حالك انطلقت بهيدي، مع علما مثل ما خبرتك انه كانت محاولات نوعا ما يعني ما وصلت للهدف المرجو منها بطريقة أو بأخرى؟ بطبيعة الحال كان عندي اطلاع مسبق على مسألة السفن محاولات كسر الحصار التي يعني كانت تنطلق نحو فلسطين مما قبل عام 2010. وكنت دائما سبحان الله يعني أشاهد هذه الأفلام التوثيقية حول الموضوع، خصوصا حول ما حدث في سفينة ماضي مرمرة والشهداء الذين سقطوا، خصوصا يعني بحكم وجودي في تركيا ومعيشتي في هذه المنطقة. فكنت يعني على احتكاك احيانا حتى باولاد الشهداء الذين سقطوا في يعني في هذه الرحله يعني التي كانت في 2010. فكنت دائما سبحان الله احدث نفسي انه هل انا كنت لاكون ربما بين هؤلاء؟ هل كنت لاقوم بهذه الرحله؟ هل يعني كيف كان شعورهم بالوصول الى يعني شواطئ فلسطين او حدود فلسطين البحريه، وانهم قدموا شيء رغم كونهم غير فلسطينيين ولا يتكلمون العربيه، واستشهادهم، وكيف شعور اولادهم وابنائهم وما الى هنالك. عندما بدأت حرب 7 أكتوبر وبدأ الحديث مجددا عن مسألة السفن التي من المحتمل أن تخرج، يعني سبحان الله أذكر أني بادرت في السؤال وبادرت في البحث عن الأمر. وكنت يعني أرى عدة يعني استمارات إلكترونية لتسجيل الأمر، وكنت أسجل عليها كلها، يعني أسجل في هذا الموقع وهذا الموقع وهذه الجمعية وهذه الجمعية. وتناقشت يعني مع أهلي في البيت في هذا الأمر، بأنه أنا يعني سجلت على شيء كهذا، ومن المحتمل أن تصدر موافقة، أيضا من المحتمل أن يكون هناك رفض، لكن كونوا جاهزين أني قمت بالتسجيل، فإذا جاءت الموافقة بعدها لا يمكن أن أتراجع عن هذا الأمر. طبعا سبحان الله في الفترة الأولى يعني لم يتم الموافقة على اسمي في هذه الرحلات بسبب طبعا يعني خلفيتي السورية وجنسيتي وما إلى هنالك. وأيضا كان هناك تخوف يعني من أنه يعني نحن كدولة نعتبر من دول الطوق المجاورة للكيان، من الممكن أن يعتبرني مواطن لدولة عدوة، وبالتالي يتم التعامل معي بطريقة مختلفة عن بقية النشطاء الأوروبيين. فكان الرفض يتم على هذا الأساس، إنما يعني من بقية الشروط كنت تقريبا موافق لها من ناحية السن والتجربة والخبرة وما إلى هنالك. سبحان الله أكثر من مرة حاولت السفينة الخروج من تركيا، لكن تم يعني اعتراضها بطرق شتى يعني ومختلفة. منها كان على سبيل المثال بأنها كانت السفينة تحمل يعني علم، يعني هذه من يعرف في الأمور البحرية، كانت السفينة دائما ترفع علم لإحدى الدول
وكان الكيان يضغط على هذه الدولة حتى تسحب العلم، وهو بمثابة ترخيص يعني. فكان يتم سحب الترخيص من السفينة قبل يوم واحد من الانطلاق. هذا ما تسبب بعرقلة الرحلة لمدة تقريبا سنة ونصف متواصلة يعني. بعد ذلك توصلنا إلى، يعني توصلت السفينة والإدارة القائمة عليها إلى دولة يعني فعلا أنا أحترمها وأوجه لها تحية، دولة تيمور الشرقية، التي صراحة قد لا يكون يعني كثير منا سمع بها، وأنا لم أسمع بها إلى حين رأيت علمها. يعني علمها أصلا له ألوان يعني مختلفة عن ما نحمله في، أو ما نحن متعودون عليه في وطننا العربي. وسألت الشباب أنه ما هذه الدولة يعني التي أعطت الترخيص، يعني ما هذه الجرأة يعني. فقالوا يعني بوقتها بأنه هذه دولة تيمور الشرقية متواجدة في آسيا أو ما إلى هنالك يعني. فقالوا بأن دولة تيمور الشرقية قالت لهم: نحن نعلم تماما ما تفعلون، وبأنكم متوجهون إلى غزة، وأنه من الممكن أن يتم إغراق هذه السفينة أو الاعتداء عليها، لكن رغم ذلك نحن نريد أن يكون لنا بصمة في هذه الرحلة. وتم يعني تأسيس الأمر على هذا الأساس ودعوة النشطاء. فكان الأمر لا يزال يحمل طابعا من السرية في هذا الوقت، حتى لا يتم عرقلة الأمر بطريقة مختلفة، لأن هذه السفينة نفسها، سفينة الضمير، تم ضربها في محاولة لإغراقها في شهر 5 الفائت في شواطئ مالطا، في ميناء مالطا يعني. فهذا الأمر تسبب بأنه يكون الأمر بشيء من السرية. طبعا أنا لم أعرف هذه المعلومات إلا بعد الصعود إلى السفينة. لذلك اتصل الأخوة تقريبا في مثل هذه الساعة في يوم 13 من سبتمبر، وقالوا لي هذه السفينة التي يعني نحن كنا رفضناك سابقا فيها وكذا، الآن ستنطلق بعد تقريبا 4 أو 5 ساعات من ميناء مدينة إزمير، وبشكل يعني سري تقريبا. فحاولنا أن نصل للأخوة الآخرين المسجلين، لكن لأن الأمر مستعجل أغلبهم لم يبدي جاهزية، والدور الآن جاء يعني عندك يعني. فهل أنت جاهز؟ فأنا كنت فعلا يعني أذكر أني تركت الملعقة وقلت لهم أنا جاهز إن شاء الله. فقال: معك تقريبا ساعة حتى تتوجه إلى منطقة فلانية، وتركب منها سيارة ستنطلق نحو السفينة التي ستسير من مدينة إزمير. فقلت لهم على بركة الله. يعني فعلا قطعت طعامي يعني، وتوجهت لجمع حقائبي، وسألني أهلي يعني وزوجتي، قالوا لي يعني إيش الموضوع؟ فقلت لهم أنا مسافر. فقالوا خير إن شاء الله، يعني هذه العجلة. فقلت يعني هذه السفينة ستتوجه إلى غزة، وأنا لابد إن شاء الله أني أكون يعني على متنها، وأشعر بأن الله تعالى يسرها لي واختارني لها يعني. فلأن صار لها سنة ونصف يعني لم تكن تغادر، الآن هذه السفينة ستغادر، فأنا لابد أني أكون على متنها. وتوكلت على الله فعلا وخرجت بعد 5 ساعات، كنت يعني تقريبا أستعد للصعود على متن السفينة. بارك الله بكم، يعني عن جد قصة جدا ملهمة الصراحة. آه، بدي كفي معك بموضوع التحديات اللوجستية والتقنية يلي اوريدي بلشت فيه. بموضوع انتوا على متن السفينة اكيد تعرضتوا لتهديدات، اكيد شفتوا قصص كان عم يجرب الاحتلال يعملها، فاذا فيك بس توسع لنا اكثر بهيدا الموضوع. بلا شك كما ذكرت يعني، والاحتلال رغم أنه هذه حملة يعني يعني فينا نعتبرها سلمية، حملة لا تحاول يعني إصابة أي روح أو إضفاء الضرر على أي أحد، فقط كانت تحاول أن توصل مساعدات وتوصل فرق إعلامية وفرق طبية إلى مدينة غزة. لكن مع ذلك يعني كان الاحتلال يرصد هذه التحركات بشكل يعني كأنه يعني بشكل عنفواني، بشكل إجرامي، بشكل يعتبرها تهديد حقيقي. ونحن صراحة كنا سعيدين بهذا الأمر عندما كنا نعتبر أنفسنا بهذه الحركة السلمية نهدد الكيان أو نسبب له أرق. فكان هذا بالنسبة لنا كافي صراحة. وإذا كنتم تذكرون يعني حتى في يعني الفترة التي وصل فيها أسطول الصمود، كانت عدد السفن يعني يفوق 40 سفينة أو قارب، وبالتالي كان يوجد انشغال من قبل القوات البحرية الصهيونية بمسألة اعتقال هذه السفن. فاستطاع إخواننا في غزة من الخروج إلى البحر
واستطاعوا أيضا جني بعض الأسماك في وقتها، وكانت هذه أول فترة يستطيع فيها صيادو غزة الخروج إلى البحر والحصول على كمية أسماك يعني جيدة، خلينا نعتبرها. فكان هذا بالنسبة لنا مفرح جدا وأعطانا دفعة نفسية كبيرة. فهذا الانشغال الصهيوني وهذه المحاولات اللي كانت يصرفها والوقت والجهد في البحث والاستقصاء وانشغال البحرية العسكرية الإسرائيلية في هذا الأمر كان يدفعنا صراحة لفعل المزيد والإصرار على الوصول إلى غزة يعني الحبيبة. كما ذكرت لكم كان يوجد محاولات لعرقلة هذه السفينة لمدة سنتين. حاولنا الخروج من قبل من تركيا، حاولنا الخروج من مصر، حاولنا الخروج يعني السفينة كانت تحاول الخروج من عدة دول، من مالطا، من اليونان، لكن الاحتلال كان دائما يستخدم يعني أقصى طاقاته لمنع هذا الأسطول يعني من المسير. ضغط على تركيا بشكل سياسي كبير واقتصادي، ضغط على مصر، ضغط على اليونان بشكل كبير، واستخدم صلاحياته الواسعة هناك، وأيضا مالطا، خصوصا هذه الجزر الواقعة يعني في المتوسط كان له سلطة كبيرة عليها. ضغط حتى على دول يعني التي كنا نحاول أن نأخذ ترخيص منها، مثل يعني نيكاراغوا. ضغط على دول غريبة صراحة لم نكن نتوقع بأن يمتلك الاحتلال مفاتيح للوصول إليها، إلى أن يعني اهتدينا الى دوله تيمور الشرقيه كما ذكرت لكم، واستطعنا يعني واستطاعوا هم بصراحه بشجاعه تقديم دعمهم الكامل والمطلق في مساله هذه الرحله. حاول الاحتلال اكثر من مره ازعاجنا واضرار السفينه عبر ضربها في ميناء مالطا، وارسل ايضا عده درونات عندما كنا نسير في محاذاه جزيره كريت اليونانيه. حاول إرسال أيضا بعض القوارب الصغيرة التجسسية التي سارت حول سفن أخرى لم تأتي إلى سفينتنا، إلى سفن أخرى التي كانت يعني مستقرة في موانئ صقلية التابعة إلى إيطاليا. فطبعا هذه العرقلات الاحتلال كان يأخذها بشكل جدي ويستخدم أفضل التكنولوجيا الموجودة عنده حتى يحاول عرقلة السفينة. حتى أيضا عندما كنا نقترب أكثر فأكثر من شواطئ غزة كان يحاول التشويش على الإشارة، بحيث نحن نخسر يعني الرادار الموجود عندنا، نخسر شبكة الإنترنت، نخسر الكاميرات. صراحة احنا كنا أخذنا يعني الاحتياطات الكثيرة في هذا الأمر، بحيث أننا نحاول إيصال الكاميرا إلى المشاهدين لأطول فترة ممكنة. لكن تفاجأنا طبعا بعد خروجنا من السجن بأن كثير من الصور لم تصل. يعني نحن كنا وضعنا كاميرات في حال نزول طيارات هليكوبتر أو يعني يعني القيام بإنزال عسكري على متن السفينة. فكنا يعني متوقعين هذا الأمر، لذلك قمنا بنصب كاميرات خصيصا لهذا الأمر. ومع ذلك وجدنا بأن هذه الصور للأسف لم تصل، لأنهم قطعوا عننا الاتصال وشبكة الهاتف وشبكة الإنترنت. وقاموا بداية عندما أول نزول إلى السفينة قاموا بتحطيم أجهزة ستارلينك التي كنا نستخدمها للإنترنت، وقاموا بعدها بتكسير الكاميرات. يعني حتى أنا عند نزول الصهاينة إلى السفينة كنت آخر شخص يعني استطعت الوصول إلى المكان، المنطقة التجمع على متن السفينة، لأني كنت أحاول إيصال صورة واحدة لأثناء الإنزال العسكري. لكن حتى الواتساب لم يكن يعمل، يعني كان هناك رسالة واحدة استطعت أني يعني أرسلها، وبعدها لم أستطع إرسال أي صورة أو أي فيديو لأي من الأصدقاء الصحفيين. فكان الاحتلال يتعمد قطع الإشارة، وكان يتعمد يعني تكسير الكاميرات في بداية الأمر حتى يحاول عرقلة وصول أي صور إلى الصحافة حول الإنزال العسكري الذي يعني حدث على متن السفينة. شكرا أستاذ عبد الرحمن. بدي رحب بالدكتورة لينا طبال يلي صارت معنا. أهلا وسهلا فيكي دكتورة أهلا لينا. وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة أيضا. دكتورة لينا هي أخصائية قانونية، انطلقت كمان بأسطول الصمود اللي انطلق من اليونان. دكتورة لينا بدي أسألك يعني شو كان الدافع اللي خليكي تطلعي بهيدي المخاطرة، علما أنه حضرتك مقيمة بفرنسا وأم لولدين، مهم. اللي دفعك عن جد أنه تتركي هيدي البيئة الآمنة والحاضنة وتروحي بهيدي المخاطرة؟
نحن أسطول الصمود هو الحقيقة انطلق من برشلونة، كان بضم تقريبا نحو 20 سفينة، واجتمع إليه سفن أخرى بتونس، وسفن بإيطاليا، وسفن باليونان. أما الدافع الشخصي، يعني شو كان الدافع للمشاركة بهذا الأسلول؟ نحن يعني أبناء فلسطين، أقول دائما هذا الدافع كان يعني إيمانا بالقضية الفلسطينية، إيمانا بهذه القضية الإنسانية الحقة. هناك شعور عميق يعني بعدم القدرة على البقاء، نتفرج على ما يحصل في غزة، نتفرج على هذه الإبادة، نشاهدها بلا حراك. كثير من الناس يعني يدافعون على ما حصل، ما يحصل في فلسطين بالكلام، أو على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا مهم، لا أقول أنه ليس مهم، ولكن أنا كان عندي رغبة أن أكون جزءا يعني من فعل مباشر وملموس، وخاصة أنني يعني ابنة تجارب سابقة في سفن وأساطيل انطلقت يعني لكسر حصار غزة. لقد كنت ضمن يعني مجموعة تنظيمية نظمت أسطول الأخاء، سفينة الأخاء، التي انطلقت إلى غزة عام 2009. ويومها منعت من الإبحار، فقط كان هناك المناضل هيلاريون كابوتشي بطريرك، وعلى متنها شيخين آخرين سمحوا لهم بالإبحار وقتها. وبالعام 2010 أيضا ساهمت يعني بتنظيم مافي مرمرة، ولكني لم أتمكن من الإبحار به على متنه. يعني فكرة كسر حصار غزة يعني كانت يعني طالما راودتني أخذ هذه السفن، لأن يعني هناك معنى لهذا التضامن، هذا التضامن مع غزة تضامن حقيقي. المشاركة بهذا الأسطول كانت هي فكرة لإثبات أن التضامن يمكن أن نتضامن عبر شعارات، عبر كلام، ولكن يمكن أن نتضامن أيضا عبر فعل حي ملموس يمارس على هذه الأرض، وبوجه هذا الحصار الظالم، وبشكل يعني عملي أيضا. المشاركة هي بحد ذاتها رسالة أيضا لجيل الشباب، أن كل واحد منا قادر أن يكون جزءا من التغيير. كان هناك نشطاء يعني في الأسطول، كان يعني أصغر عمر 18 عاما، وأكبر عمر كان هناك ناشط في عمره 82 عاما. إذا التضامن ليس حكرا على منظمات كبيرة، ليس حكرا على دول، ليس حكرا على أعمار معينة، بل يمكن أن يبدأ بخطوة صغيرة من شخص عادي، بقرار من شخص عادي. يعني الدافع كان شخصيا جدا، هو شعور بالمسؤولية تجاه ما يحصل في غزة، تجاه الإنسانية جمعاء أيضا، وبأن لا نترك شعبا يعاني تحت الاحتلال والحصار دون صوت ودون فعل. جميل جدا دكتورة. كان بدي أسألك يعني شو كانت رمزية هذا التحرك على الصعيد الدولي؟ يعني على صعيد الدول، وكيف قدرتي من بعدها تقري ردات الفعل الدولية تجاه هذا الموضوع؟ يعني رمزية أسطول الصمود كلنا شايفين على الصعيد الدولي كانت كبيرة جدا. نحن يعني أقول كسرنا حصار غزة منذ أول سفينة أبحرت بهذا الأسطول، كسرنا حصار غزة. نعم، عندما رأينا ملايين الشعوب تتظاهر بشوارع العواصم الغربية، العواصم الأوروبية. نحن عندما كنا معتقلون أول 3 أيام يعني لم نكن نعرف، أخذونا إلى معتقل كتسعود في النقب، وهو معتقل عالي الأمن وعالي الخطورة، ودخل علينا بن غفير ليلا ليقول أنكم إرهابيون ستعاملون، ستبقون مدى الحياة. كان يعني حرمنا من الطعام ومن الشراب طوال هذه المدة. لم نكن نعرف أي مصير سنلقى، لم نكن نستطيع يعني مقابلة محامينا. وبالرغم من ذلك بعد 3 أيام عندما أتى القنصل الفرنسي وبقية القناصل، أول شيء سألنا عليه هل نزلت الشوارع إلى يعني هل نزلت الشعوب إلى الشوارع، لأن هذا أيضا كان جزء كبير من هدف هذا الأسطول.
الشعوب هي أيضا من كسرت حصار غزة. الشعوب هي شريك في وقف إطلاق النار في غزة وإن لم يتوقف. يعني هذه الإرادة، إرادة التضامن الشعبي، لا تعرف حدودا. المجتمع المدني والشباب نعم هم قادرون على المبادرة وقادرون على التأثير حتى عندما تكون الحكومات. نحن لن نراهن على الحكومات بعد اليوم، لن نراهن على المؤسسات الرسمية بعد اليوم. هذه المؤسسات وهذه الحكومات هي عاجزة وهي متواطئة أحيانا كثيرا نراها. ردود الفعل الدولية كما رأيناها كانت متباينة. بعض الدول والمنظمات حاولت التقليل من الحدث وأحيانا تجاهلته، مثل بفرنسا. يعني هذا الحدث كان سريعا، مضى سريعا في دول أوروبية، أيضا مضى سريعا في دول عربية. لكن وسائل الإعلام العالمية ونشطاء التضامن الشعبي نقلوا الصورة الحية للواقع الفلسطيني. هؤلاء النشطاء يعني نزلوا إلى الشوارع ونقلوا هذا الواقع، نقلوا الإبادة اليومية التي تحصل في غزة. هذه ردود الفعل علمتنا أن التضامن الشعبي يمكن أن يكون أقوى من بعض السياسات، وهو فعلا أقوى من بعض السياسات الرسمية، لأنه يقوم على ضغط جماهيري عالمي يحرك الرأي العام ويضع الاحتلال ويحرج الاحتلال الإسرائيلي وضعه أمام مسؤولياته. من خلال هذه التجربة أيضا طبعا الرمزية، ليست فقط في هذا الأسطول نفسه، في التحرك نفسه. الرمزية هنا في قدرة العالم، الشعوب، على جذب انتباه العالم لقضية عادلة وإثارة التساؤلات حول العدالة، حول حقوق الإنسان، حول أشخاص مثلهم، يعني لا يستطيعون ممارسة حياتهم العادية. وبهذا يصبح أسطول الصمود وتصبح أساطيل كسر الحصار هي نموذج لكيفية استخدام الفعل المدني للضغط الدولي، حتى ولو لم يكن التأثير مباشرا أو فوريا، فهو يزرع. نحن زرعنا في هذا الأسطول بذور الوعي والتغيير على المدى الطويل. يعني خلال مشاركتكم دكتورة لينا، يعني خلال الرحلة طبعا هي بخط مستقيم. طبعا كان في كثير تحديات، كان في كثير مخاوف. فبدي أعرف أكثر يعني كيف كانت معنوياتكم خلال الرحلة؟ شو كانت أبرز المحطات اللي فعلا حسيتوا فيها أنه هي عم بتجسد المعنى الفعلي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ يعني معنوياتنا خلال هذه الرحلة يعني كمان كلنا، يعني نحن كنا بالأسطول مجتمع عائم، كنا نساعد بعضنا بعضا. عندما نصيد السمك كنا نتبادل السمك، عندما يعني أنه لم يكن يوجد غذاء كنا نتبادل الغذاء. يعني السفينة التي لديها فائض من الغذاء نتبادل، ولكن لم نيأس، لم نشعر باليأس أبدا. معنوياتنا كانت عالية، لم نشعر بالخوف أبدا. يمكن نحن تخطينا هذه المرحلة اليأس وتخطينا الخوف لأننا أخذنا قوتنا وأسرارنا ربما من غزة. غزة نفسها، غزة كانت قوية، صمود أهل غزة كانوا أقوياء. أخذنا هذه المعنويات من غزة وصمود أهل غزة. معنوياتنا كانت دائما عالية. إيمان أهل غزة بالحياة رغم الحصار ورغم المعاناة. في كل لحظة كانت هناك طاقة جديدة تمنحنا الإصرار على الاستمرار، على استمرارنا. يعني حتى عندما جاء الكوماندوس الإسرائيلي البحري للقبض علينا كنا ننطلق بأقصى سرعتنا في السفينة من أجل كسر الحصار، من أجل أن نتجاوز أبعد نقطة ممكنة، من أجل الاستمرار بهذه المهمة. وهناك يعني سفينة من الأسطول استدعى مارينات قد تمكنت من رؤية غزة، قد دخلت يعني المياه وتمكنت من رؤية غزة. هي لم تصل إلى شواطئ غزة مع الأسف، ولكن تم القبض عليها، تمت قرصنتها خلافا للقانون الدولي بعد 30 ساعة من قرصنة باقي سفن الأسطول. يعني هذه التحديات والصعوبات التي واجهناها هي فرصة لتثبت أننا قادرون نعم على التضامن الحقيقي. هي ليست مجرد شعارات أو كلمات على ورق. الرحلة طبعا كانت مليئة بالمشاعر المتناقضة. كان هناك
كنا قلقون من المجهول، لأنه نحن ذهبنا أيضا بمهمة إنسانية، مهمة كسر حصار، ولكن هذه كانت مهمة فدائية. كنا نتحذر يعني كيف سيتم القبض علينا؟ هل سيغرقون السفن الكبيرة أم سيغرقون السفن الصغيرة؟ هل سيغتالون نشطاء منا؟ يعني كنا حريصون على سلامة كل فرد في هذا الأسطول، ولكن في الوقت نفسه هناك كان شعور عميق بالأمل أن نصل، شعور عميق بالقوة أيضا. كنا نحمل رسالة أكبر من الخوف. كان هناك يعني شعور جماعي بالمسؤولية، أننا جزء من فعل عالمي للتضامن مع شعب يرزح تحت الحصار، وشعب يقاوم الإبادة. يعني هي لحظات مثل ما قلت مليئة بالقوة، نستقيها من ابتسامات طفل فلسطيني. من أيضا شفنا كلياتنا الفيديوهات اللي سكان غزة هم يعني والعائلات والأطفال الذين كانوا ينتظرون الأسطول على شواطئ غزة، ويعني يرسمون لنا الرسومات ويقفون بالشموع كل الليل لانتظار هذا الأسطول. يعني هي لحظات بسيطة، ولكن هي زودتنا بالأمل. هذه المواقف أكدت لنا يعني أن التضامن هو يعني يستطيع يعني فعل أشياء كثيرة، هو فعل ملموس وفعل يعني فعلي وليس رمزي، فعل يمكن أن يترك أثرا حقيقيا في نفوسنا. نحن يعني ذهبنا بهذا الأسطول واعتقلنا جرى اعتقالنا، نحن لم نعود كما يعني أبحرنا. لقد غيرتنا غزة، غيرنا يعني سكان غزة، صمود أهل غزة غيرونا وجعلونا نشعر أننا جزء من شبكة من هذه الإنسانية، جزء من شبكة إنسانية عالمية مترابطة وقادرة على التغيير. شكرا كثير لك شكرا. دكتورة. بدي أرجع لأستاذ عبد الرحمن. بدي أعرف أكثر منك بالنسبة لك شو معنى التضامن؟ شو معنى أنه أنت تكون إنسان متضامن مع شعب عم بيعاني من الإبادة، من يعني معدوم من كل أشكال الحياة؟ وهل بتعتقد أنه هيدا التضامن فعلا قادر أنه يكسر الإرادة عفوا يكسر الرواية السائدة حول الاحتلال؟ طبعا بلا شك. يعني نحن بداية يعني أكثر الأشياء اللي اليوم نحن بنشوفها في موضوع غزة، يعني اللي صارت، هو الإرباك العالمي اللي حدث واللي تسبب ب يعني نتائج جيدة، منها مثلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية اللي شهدناه على لسان بعض الدول منها إسبانيا والنرويج. فهذا الضغط وهذا التضامن اللي بيصير، هذه الإضرابات، الشل الحركي. يعني أنتم مثل ما تذكروا معي مثلا في الفترة اللي كان فيها كورونا، فترة الشلل اللي أصاب العالم والمصانع وما إلى ذلك، ضغط على الشركات الرأسمالية اللي تتحكم بالعالم، ضغط على الحكومات، ضغط على الدول لإيجاد حلول، لمحاولة منح تصاريح أحيانا، يعني كل العالم ارتبك. فتخيلوا لو أنه نحن وصلنا إلى مرحلة أو نسبة إقناع كبيرة من التضامن مع في فلسطين وقضيتها. في نهاية الأمر إذا رجعنا إلى أصل المسألة في موضوع دعم الكيان الصهيوني، سنرى أنه في أعوام تقريبا 1963 أو في الستينات بالعموم، الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن داعما كبيرا للاحتلال. في فترتها عندما حاول الاحتلال برفقة فرنسا وبرفقة إنجلترا التحرش بدولة مصر لضرب حركة قناة السويس والسيطرة عليها، أمريكا كانت تعترض يعني على هذا الأمر، كانت يعني لا تحاول أن تقف مع مصر في هذا الأمر. وبعدها أصبح هناك تواصل من الصهاينة مع الحكومة الأمريكية وطلب للدعم وإقناع، وشيئا فشيئا ازداد التغلغل الصهيوني داخل الكونغرس الأمريكي إلى أن وصلنا إلى الحال اليوم الذي نشعر به كأنه يعني كأن حكومة يعني الولايات المتحدة الأمريكية إنما عبارة عن كلب مطيع لدى الكيان الصهيوني يسير حيثما شاء. فهذا التضامن، هذه التدفق في الشوارع، يعني تسبب بخسارة حكومات للانتخابات، تسبب بسقوط رؤساء، تسبب حتى في دولة تركيا التي أنا أقيم فيها، كان لي
الضغط الشعبي على الحكومة أثر كبير في مسألة خسارة الحزب الحاكم لمستوى البلديات. وهذا كان شيء يعني جدا عجيب. كثير من الناس دخلوا الانتخابات وكتبوا على ورقة الانتخاب: لن ننتخب حتى تستقر أمور غزة، لن ننتخب حتى تتوقف التجارة مع الكيان الصهيوني. وكان فعلا له أثر عظيم. وخرج بعدها رئيس تركيا وقال يعني بتصريح واضح وصريح أنه نحن فهمنا الرسالة التي أراد منها الشعب التركي إيصالها، بأنه قضية فلسطين هي قضية محورية في حياته. فكل هذا الأمر يعني عندما يعني تتوقف أو يتغير سير الحياة في دولة أخرى، هذا نعتبره شيء عابر للحدود ومبرهن على أهمية التضامن ومبرهن على أهمية البقاء في الشوارع. أنا الآن يعني من هذا المنبر أريد أن أوجه تحية خصوصا للجماهير في إيطاليا. الجماهير في إيطاليا لا يزالوا يوميا يشتبكون مع قوات ضبط الأمن والشرطة الإيطالية، لأنهم يريدون من حكومتهم ومن دولتهم أن تعترف بالدولة الفلسطينية. يريدون منهم أن يوقفوا التعاون مع شركات خصوصا الأسلحة الإسرائيلية والصهيونية. فهذا أمر عجيب. وصراحة يعني لم نرى مثل هذه الوقفات حتى من شعوبنا العربية التي نتمنى بأنها يعني تفعل على الأقل ما تفعله الشعوب الأوروبية، أن تقارن أنفسهم بها. خصوصا دول الطوق يعني سوريا ولبنان والأردن. هذه دول مهمة جدا وتسبب فعلا قلق استراتيجي للكيان الصهيوني. مهم. جميل. هلا بالنهايه بدي اختم معكم يعني هيك برساله بتوجهوها. يعني هلا نحن قاعدين بندوه في معنا اشخاص بعمر الشباب، كله مع فلسطين، عبالهم يعملوا شيء لأهلنا بغزة، ولكن الحدود مانعتهم، كتير تفاصيل مانعتهم. فبدي منكم توجهوا رسالة لهول الأشخاص. شو القصص اللي بهن ممكن يعملوها؟ وين الثغور اللي هن قادرين يجوا عليها؟ ببلش معك دكتورة لينا. دكتورة لينا المايك مش مفتوح. لحظة. إيه. يعني رسالة للشباب، رسالة يعني هي واضحة جدا وبسيطة. يعني لا تنتظروا إذنا ولا تنتظروا يعني فرصة مثالية. لا تقلقوا من صغر خطواتكم أو أثرها. يمكن أن يبدأ التضامن يعني بخطوة أو بقراءة وفهم القضية الفلسطينية أولا، يعني بالتواصل مع منظمات، مع مدارس، مع شبكات داعمة. يمكن أيضا يعني هذا العمل أن يكون تطوعي أو تنظيم حملات تضامنية أيضا على وسائل التضامن، التواصل الاجتماعي، المشاركة في مبادرات محلية دولية. يعني لا يهم إذا كانت الخطوة صغيرة في بدء الأمر، المهم هو المثابرة على دعم فلسطين، المثابرة بهذه الخطوات. يعني نحن أنا كحقوقية عندما تم رفع دعوى على أرييل شارون بالعام 2000 أمام المحاكم البلجيكية، لم نكن نحن نحلم، يعني نحن كنا نقول أن حقوق الإنسان وخاصة أمام المحاكم الجنائية الدولية هي يعني خطوات صغيرة كخطوات النمل. نقول تطبيق حقوق الإنسان بحق المسؤولين عن يعني عن المجازر في فلسطين بحق الإسرائيليين. ولكن لم نكن نحلم أن نصل بعد 25 عاما وأن يكون هناك يعني أمر صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالنت، وأن يكون يعني تبدأ المحاكم دول العالم بإصدار أيضا كتركيا يعني بإصدار أوامر ملاحقة بحق مسؤولين إسرائيليين. صحيح أنها أوامر ملاحقة، قد تنفذ قد لا تنفذ، ولكن هؤلاء الصهاينة، هؤلاء الإسرائيليون أصبحوا مجرمو حروب طيلة حياتهم. هذه الصفة لن تزول عنهم. هم أصبحوا ممنوعون أيضا من زيارة يعني عدة دول أوروبية أيضا. هذه الخطوات على الرغم من يعني من صغرها
إلا أنها أدت نعم إلى يعني إلى قضايا، إلى أشياء كبيرة. ونحن بمثابرتنا على هذه الخطوات، وقد اتخذت أن الخطوات الحقوقية على سبيل المثال، نعم سنستطيع، يعني هذا الكيان لن يستطيع يعني أن ينفذ من هذه الجرائم، من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها. الحركة هي المهمة. كل فعل مهما كان صغيرا يضيف قوة للفعل الذي سيلحق به، يضيف قوة للأصوات التي يعني تدافع عن هذه القضية، تدافع عن قضية فلسطين، وهو يخلق تأثيرا إضافيا عندما يتواصل مع جهود الآخرين، يخلق سلسلة متواصلة عبر الزمن وعبر الأمكنة للتضامن في قضية عادلة. هذا التضامن يحتاج إلى الجرأة، يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الإصرار على كل خطوة، لأنها هي جزء من رحلة أكبر. للشباب الذين يشعرون، يعني ما حأنهي ما حطول، الذين يشعرون بارتباك أو بعدم معرفة كيفية البداية، أقول ابدأوا أولا بما تعرفونه، بما تستطيعون فعله اليوم، وتواصلوا مع الآخرين لتكبير الأثر. التغيير يبدأ، نعم يبدأ بفعل صغير لكنه مستمر، ومع الوقت يصبح قوة لا يستهان بها. وشكرا. شكرا لك دكتورة لينا. أستاذ عبد الرحمن تفضل. يعني أنا إذا أردت أن أضيف شيء للدكتورة لينا، يعني شكرا لها على هذه يعني الصراحة إصابة عين المعنى صراحة في هذا الأمر. لكن إذا أردت أن أضيف شيء فأريد أن أتكلم عن قصة يعني نحن واجهتنا. نحن عندما كنا في السفينة كان من المفترض أن نتوجه إلى تونس كي نلتقي بالأصدقاء في أسطول الصمود، وربما كان من المرجح أن نلتقي مع الدكتورة لينا هناك، لكن أصاب عطل كبير السفينة، وتبعا للشروط المعمول بها في عالم البحار لم يكن يعني من المقبول أن تدخل السفينة إلى دولة وتخرج وهي لا تزال يعني قاصرة، أو خلينا نعتبرها متضررة. فلذلك كان الأصدقاء يبحثون عن ما نقول له بالعامية واسطة، حتى ندخل إلى دولة معينة يتم فيها تصليح السفينة بشكل سريع وأن تستطيع السفينة الخروج. فيعني بعد الكثير من الاتصالات والكثير من المحاولات وصلنا إلى يعني أخ تبين أنه هو فلسطيني يقيم في إيطاليا منذ يعني ما يقرب ربما أكثر من 50 عام، 55 عام، وأصبح عمدة قرية موجودة، قرية صغيرة جدا موجودة على البحر المتوسط. فبالتواصل معه كان اسمه أستاذ شكري، تواصلنا معه وقلنا له أستاذ شكري نحن نريد يعني نعيش هذه الحالة، ونحن اصلا متوجهون الى غزه وكذا. فبذل كل سلطته، مع انه يعني كما يعني اكرر هو عمده مدينه صغيره جدا. قال انا على مسؤوليتي الشخصيه سادخلكم الى الميناء ونسمح لكم بالتصليح هناك، وثم تستطيعون الخروج من الميناء، رغم اننا نحن عندما كنا متوجهون الى تونس لا تطلب منا فيزا، لكن ايطاليا تطلب منا فيزا شنغن. وهذا كان امر غريب جدا ان تقترب سفينه لا يحمل اي احد من ركابها فيزا شنغن على متنها. واقتربنا وتم اصلاح السفينه. فالواحد يعني ينظر الى اثر، الى عظم هذا الاثر اللي شخص مثل هذا في موقع، هو شخص فلسطيني مؤمن بهذه القضيه، مؤمن بقضيته ومتصل بها، أخذ على عاتقه هذه المسؤولية بأن يقوم بالمساهمة في يعني السماح لهذه السفينة. وربما لولا وجوده فعلا كانت هذه السفينة فشلت. اليوم عندما نتحدث مع الأصدقاء قد يكون منهم من هو طالب هندسة، من هو طالب طب، من هو أيا يكن، كان معنا على متن السفينة فعلا أشخاص يعني مفيدون للغاية، لا يمكنكم أن تتخيلوا ما هي تخصصاتهم. كان معنا شخص كهربائي صغير، هذا الأخ فعلا كان مبدع في مسألة حل المشاكل الكهربائية على متن السفينة، ساعدنا كثيرا. في فترة من الفترات قام بإصلاح الجهاز اللي نسميه أوتو بايلوت على متن السفينة، وتسبب بإيصالنا في فترة أقصر من المتوقع إلى غزة، رغم أنه كان شخص ربما يعني نقول بأنه لا يلعب دورا محوريا يعني في هذا الأمر.
لكن لكل شخص أثر. من يفتح الآن صفحة على الإنستغرام ويحاول أن يوصل الرسالة باللغة التي يفهمها أيا تكن الرسالة، هذا له دور مهم. من لديه من يعتبر نفسه بأنه هو هي أم ولديها أطفال تريد أن تربيهم وتكبرهم على حب فلسطين والاتصال بهذه القضية، هذه رسالة بالغة الأهمية. كل هذه الأمور بلا شك لها يعني أثر. وكما نتحدث في نظرية أثر الفراشة، فهذا الأثر سيستمر. كما أن الصهاينة الآن يحاولون أن يوصلوا هذا الإجرام عبر الأجيال، نحن يجب أن نوصل هذا السلام وأن هذه القضية حقة عبر الأجيال، منا إلى أطفالنا، إلى إخواننا، إلى أصدقائنا، إلى أصحابنا، إلى أي شخص نجلس معه ونتحدث معه حول فلسطين. وإذا رأيتم الكثير من المناظرات التي تتم حول قضية فلسطين بالخصوص، سترون سرعة انكسار أي السردية الصهيونية أو حتى المتأثرين بها. كثير منهم عندما يتحدثون يقول لك نحن سنبدأ بأنه هؤلاء الشعب يعني موعودين بهذه الأرض من 3000 عام وما إلى هنالك. وهذا نقاش جرى أنا سمعته بنفسي بين صحفي إيطالي على متن السفينة مع جنود صهاينة على بعد الإنزال. وفعلا في نهاية الأمر كان هو الصحفي متخصص في الأركيولوجي وعلوم التاريخ، فكان لديه يعني الإمكانية للحديث معهم بشكل مفصل. وفعلا الجنود الإسرائيليين بعد 15 دقيقة من الكلام والنقاش معه كانوا عاجزين عن الرد عليه، مع أنهم جنود جاءوا بمهمة عسكرية. تخيلوا يعني هذا الأمر، بعد 15 دقيقة فقط من الحديث كانوا عاجزين عن الرد عليه أو تقديم أي أدلة ممكن أن تكون مقنعة يعني. فلكل منا بلا شك دور ممكن أن يستخدمه، لكل منا بلا شك رسالة يمكن أن يقدمها. ثقوا بأنفسكم، احملوا هذه القضية معكم كما تحملوا هواتفكم النقالة أينما ذهبتم وأينما رحتم وأينما جئتم. الوسائل اليوم أسهل، الذكاء الصناعي أصبح يساعد أكثر. اتصلوا مع قضاياكم ومع أرضكم. ولا أقول فقط فلسطين، مع كل القضايا الحقة التي تستحق أن نقف معها وعلى رأسها فلسطين. وإن شاء الله نحن وأنتم يعني سنذهب إلى القدس وسنفتتح مساجدنا وكنائسنا وسندخل إليها ونستعيدها من أيدي الغاصبين ونستمتع في رؤية هذه الأرض. لا أقول هذا محتمل، إنما أقول أكيد بإذن الله تعالى في الفترة القادمة، وأنا متأكد بأننا سنراها جميعا. حضورنا الأعزاء، أنا كتير بشكركم على حضوركم معنا، وبشكر كتير الضيوف اللي إجوا معنا كمان ووافقوا على دعوتنا. وإن شاء الله عن جد يعني بنرجع وبنلتقى بأرضنا بفلسطين هي محررة ومنتصرة إن شاء الله. شكرا كتير شكرا لكم لحضور. أستاذة أسماء، شكرا دكتورة لينا، يعطيكم العافية جميعا. شكرا كمان أستاذة أسماء، وشكرا أستاذ عبد الكريم، لا أهلا عبد وسهلا، الرحمن. يعطيكم العافية. ولا يهمك، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. يعطيك العافية دكتورة في لينا. أمان. شكرا